لو ولادك زهقوا من الطريقة التقليدية بتاعة الفراخ، تعالي خليكي تعملي لهم فراخ مشوية حلوة وجميلة وسهلة من غير ما تقفي على الفحم ولا تدخني الدنيا. هتعملي لهم اجمل فراخ مشوية تحفة حلوة قوي وتتبيلة خطيرة بطعم وريحة الفحم حكاية. انا هنا مجهزة معايا فرخة، فرخة مش كبيرة صغيرة. وفتحتها كده ومشيت على العظم وخليتها علشان متاخدش معايا وقت في التسوية. خليت ده الورك، خليته شلت كل العظم اللي فيه وفتحته كده زي ما انتوا شايفين، والصدر برضو اخدته شلت منه كل العظم. الفرخة لما يكون حجمها صغير في الشوي تبقى حلوة عشان تستوي معاكي بسرعة. وزي ما انتوا شايفين كده انا خليها ومجهزاها، وجايبة معايا حباية من الطماطم وحباية بصل، فرمتهم كويس. تقدري تعمليهم في الكبة، في الخلاط، في المبشرة، ايا كان الطريقة اللي هتعمليها بيها. مهم تبقى ناعمة علشان تنزل ميتها واحنا عايزين المية بس. هاخد بقى ايه الطماطم والبصل اللي انا جهزته، هنزل المية اللي فيه كلها هعصره وهاخدها. تقدري تعصريه في مصفى زي دي، او لو عندك شاشة بالطريقة اللي تريحك تقدري ان انتي تصفي المية بتاعتها وتجهزيها. انا هصفي كل الكمية اللي معايا وهوريكم مقدار المية بتاعة الطماطم والبصل اهي اتجهزت معايا. هبتدي بقى ان انا ايه اتبلها ايه بتوابل بسيطة وطعمها حلو. معايا معلقة من السبع بهارات، ومعايا معلقة كده من الملح وتظبطي الملح على حسب ما تحبي، ومعايا شوية من الفلفل الاسمر، وكمان معلقة من الصويا صوص، وكمان هاخد بشرة كده من جوز الطيب لان بتخلي طعمها حلو قوي قوي. اي مشاوي حطي فيها جوز الطيب بتنقلها نقلة تانية خالص وبتخليها حلوة جدا. هقلب كل الخلطة كده مع بعض كويس جدا. انا ما خدتش التفل عشان ما يتحرقش معايا، فمية البصل والطماطم افضل بكتير في التتبيلة بتاعة المشاوي. دلوقتي انا هفتح الصدر. الصدر معايا سميك وحجمه كده بالنسبة للتسوية اللي انا هسويها هيبقى كبير، فعلشان ما ياخدش مني وقت بفتحه زي ما انتوا شايفين كده، مش بقطعه قطعة خط واحد عشان ما يتفتحش للاخر، بفتح قبل الاخر بشوية. منها الصدر معايا بيتفرد ويبقى حجمه اكبر، وفي نفس الوقت بيسهل لي عملية التسوية، ما يبقاش سميك قوي كده ومضغوط. وكمان لو ولادك مش بيحبوا الصدر، بالطريقة دي هيحبوها جدا لان هي هتستوي وتبقى دايبة معاكي وخفيفة، مش هيبقى مليان قوي كده ومضغوط، ويبقى سهل في الاكل. انا جهزت الصدرين وحطيت عليهم التتبيلة، بحط شوية شوية. لو انتي عندك وقت اعمليها وجهزيها من بالليل، وتاني يوم ان شاء الله على الغدا تقدري تعمليها. هتكون اخدت من التتبيلة كويس قوي وبقى طعمها حلو. لو انتي مستعجلة عليها تقدري تسيبيها ساعة، هتديكي برضو نتيجة حلوة، بس طبعا كل ما بتسيبيها في التتبيلة اكتر بتبقى حلوة قوي. الفكرة هنا ان انا حابة اجدد للاولاد عشان خاطر ما يزهقوش من الاكل. هي نفس الفرخة اللي هقوم اعملها وهتعب نفسي وانا واقفة في المطبخ. طب ما انا الوقفة بوقفة بالمرة اعمل لهم حاجة ما تتعبنيش في الوقفة وفي نفس الوقت تغيير وتجديد، فيبقى طعمها حلو. ولادنا بتزهق بتبقى عايزة تجديد. جددي وخشي وشوفي الوصفات المختلفة. هي نفس الفرخة هتعمليها بطرق كتير هتبسط اولادك وتبقى جميلة. هشيل بقى الفراخ كده بعد ما اتبلت، هجهزها بقى في الجريلا، هعملها على البوتاجاز من فوق، هنحطها بقى في الفرن ولا هنولع فحم وندخن الدنيا. هحطها كده في الجريلا. عندك الجريلا دي، عندك طاسة عادية، ايا كان اللي هتعمليه فيه هتبقى حلوة. بدهنها دهنة بسيطة كده من اي مادة دهنية عندك، وبنزل بالفراخ وهي سخنة جدا. عايزة اديها صدمة ومش هقلبها برضو على طول، اول ما تاخد لون كده ابتدي اقلبها. في خلال 7 دقايق كده او 10 دقايق هتلاقيها استوت معايا واخدت اللون وبقت تحفة وحلوة قوي. بتستوي بسرعة لان هي مخلية وفي نفس الوقت هي حجمها صغير مش كبير. بتستوي حلوة قوي، والصدر بيبقى طعمه حلو قوي ودايب كده وجميل، مش بيبقى ناشف زي ما هتعمليها بأي طريقة تانية. كل ما انتي تخلي التسوية بتاعتها خفيفة تديكي طعم حلو. بعد ما جهزتها وكانت خلاص استوت، رحت نازله بقى ايه بشويه بصل كده مقطعاه جوليان، معاه شويه فلفل الوان وفلفل حار، يدوها بقى طعم جميل كده وياخدوا ايه من طعم الشوي بتاعها. وانا كنت مقلبه عليهم
بقية التتبيلة عشان برضو الخضار يبقى واخد من طعم التتبيلة وطعمه حلو. انا هخلي البصل يتكرمل كده شوية عشان لما البصل بيتكرمل معاها بيبقى طعمه تحفة. لكن لو انتي حباه زي البصل المشوي بتاع الفراخ اللي بتجيبيها من بره، فحطيه قبل ما يتكرمل كده، يعني يا دوبك كده ياخد لون، تشيليه وهو لسه فيه قرشة شوية. شويت كده الفراخ وشويت كمان الخضار وهاخد لون معايا حلو وجميل، بقت جاهزة. هعمل بقى فيها تركاية كده بسيطة بس بتفرق جدا في طعمها، بتبقى حاجة حلوة قوي وبتنقلها نقلة تانية. ان انا هجهز لها دلوقتي حتة كده من الفحم، كنت مسخناها وحطها في ورقة كده من الفويل او ممكن تحطها في اي حاجة، وهحط عليها نقطة كده من الزيت. اول ما تطلع الدخانة بتاعتها كده هقفل عليها هكمرها، هسيبها تاخد من ريحة الفحم الحلوة الجميلة دي. حلوة قوي، جهزت معايا مفيش وقت وكانت جاهزة وحلوة قوي. الصدر طالع دايب كده دوب جميل. عملت معاها سلطة طحينة كانت خطيرة، طعمها حلو قوي. تقدري تاكليها كده بالعيش مع سلطة الطحينة، لو حابة تعملي سلطة خضرة كمان تبقى حاجة تحفة، تبقى جميلة جدا. انا جهزت معاها كمان شوية كده من الرز المبهر، الرز الاصفر الجميل دوت، وسلطة الطحينة كانت تحفة. دي اتاكلت وهي في المطبخ اصلا، يعني انا بصور وكانت بتتاكل بألف هنا من حلاوتها وريحتها جميلة جدا جدا. بسيطة وسهلة. يلا بقى ايه، لو عندك فرخة كده قومي خليها وجربيها، حلوة قوي. وكليها مع الخضار المشوي ده تحفة، حلوة قوي قوي قوي. اتمنى تجربوها، وبحب اشكر كل اللي بيدعموني. شكرا، اشوفهم بخير، سلام.